الخناقة بدأت في جروب ترافل سيكريتس كلوب لما فيرا كتبت في بوست: انتوا متخيلين انا لو كنت اتجوزت وخلفت كان ايه اللي حصل؟ انا ولا كنت هعرف اشوف بركان، ولا كنت هعرف اتمشى في شوارع القطب الشمالي لحد الفجر عشان اشوف أورورا في الشتاء، او حتى الشمس وهي موجودة 24 ساعة في الصيف. ما كنتش هعرف احوش ولا الاقي فلوس اصرفها على السفرات اللي بحبها. الفلوس كلها كانت هتبقى رايحة على البيت والعيال، وجوزي لو بخيل كان احتمال برضه اصرف عليه هو كمان. هو الجواز والحاجات دي سنة الحياة، بس انا حابة احساس ان ابقى عصفورة حرة طليقة، وفي الاخر كل واحد بيختار اللي هو عايزه ويبسطه. المهم بالنسبة لك مش لازم يبقى مهم بالنسبة لي، والعكس صحيح. يا رب ما كنش زعلت حد. باي باي. ومن هنا بقى بدأت حرب البوستس بين الممبرز على الجروب. ولقينا احمد مش منسجم مع رأي فيرا خالص، وراح كاتب بوست بيقول فيه: بمناسبة ترند الجواز ولا السفر، الحقيقة انا اخترت ان الجواز والسفر يكونوا حاجة واحدة. اخترت ارتبط بإنسانة مش مصرية ونكمل حياتنا بعيد انا وهي. احمد شايف ان السفر مع شريكة الحياة اجمل هدية ممكن الانسان يكافئها لنفسه. مين بقى شاف الكلام ده؟ استاذة صابرينا تسكت ابدا، وراحت قايلة: طب بمناسبة ترند الجواز ولا السفر، السفر لبلد جديدة سعادته اكتر 4 مرات من سعادة الجواز من شخص بتحبه ويحبك. الدنيا تسكت على كده؟ واحد قال رأيه فواحدة ردت عليه: ابدا، ده يظهر لينا ناس تالتة خالص بتقول سفر ايه اللي قبل الجواز ولا حتى مع شريك الحياة. وراحت داخلة علينا استاذة رشا برأيها وقالت: عادي يا جماعة، انا سافرت لوحدي وبولادي، بس بعد ما انفصلت، لان في اغلب الحالات الجواز والسفر دونت ميكس. اللي هو انا عايزه ورد يا ابراهيم، تفتكري كده هشبع يا سرية؟ عارفين بقى المشكله فين؟ انا وانا بكتب السكريبت اقرا رايي ده اقول صح، هو ده الكلام ولا بلاش، اشوف راي واحد تاني اقول لنفسي ايه العبث اللي انتي كنت فيه ده. عشان كده كان لازم نلجأ للذكاء الاصطناعي، ما هو مش هينفع اللخبطه دي. وبصراحه بشوي ما تاخرش وراح سأل لنا شات جي بي تي وقال له: ايه يا عمنا، الكلام على ايه، الجواز ولا السفر؟ راح شات جي بي تي رد علينا وقال: لا تلف ولا تحتار، حدد اولوياتك وفكر في اللي عايزه وبعدها خد قرارك. عم اسامه بقى يسكت ابدا، وقال: ايه اللي بتقوله ده؟ لا جواز ولا سفر، ده كلام شباب مش فاهمين الدنيا صح. يعني اخدنا ايه من الجواز ولا السفر غير هدة الحيل؟ ايوه كده، الضحكه الحلوه دي بالدنيا. بقولك ايه، شوف لي لقمتين يرموا عضمنا عندك جوه. وراح منزل صورته في بافاريا بألمانيا. يخلص الموضوع هنا؟ ابدا، ده لسه بيبدأ. وخرجنا بقى بره الخناق على البني ادمين، وراح جاي احمد قايل: يا جماعه انتوا بتتخانقوا على ايه؟ سواء اتجوزتوا ولا قعدتوا سناجر ولا حتى سافرتوا، الموضوع بسيط، هو ان التين الشوكي حاجه لذيذه في الصيف على البحر، ويا سلام لو كان ساقع. خلصنا هزار، نرجع للحكمه شويه. وراح جاي راشد قايل: بمناسبه ترند الجواز ولا السفر اللي موجود على الجروب، هقول حاجه واحده: ما تتجوزوش لو الجواز لمجرد الجواز وخلاص. في الحاله دي الافضل لكم انكم تسافروا. وبعد الموال الابيض ده لقينا مبادره من الممبرز المؤيدين لراي استاذه فيرا تحت شعار: دونت ماري، سيف ماني اند ترافل. طبعا الكلام ما عجبش امير، وراح قايل: كفايه خوف من المجتمع بقى، انا ممكن اسافر واتجوزها عادي. هشام ما سكتش وقال: تصدقي يا فيرا، انا سمعت كلامك واخترت السفر، وبجد ندمان اني ما اتجوزتش. وراح محمد بقى قال: تصدقوا محدش عاجبه حاله، شويه ناس تقول متجوزه مبسوطه من غير سفر، وشويه بسافر كتير ومبسوط من غير جواز، وناس تالتة عاطف معاكم لا متجوزه ولا بتسافر ولا مبسوطه. وفضل الترند شغال. وخلص حماده الموضوع وقال: انا شايف الارتباط والسفر ليهم علاقه ببعض، كفايه ان زواج وجواز فيهم نفس الحروف. وبعد لعبه البازل اللي دخلنا فيها، راح جاي حماده عامل كوميك بيلخص فيه حاله فيرا بعد ما قالت رايها، والحقيقه ما كانش بس بيوصف حاله فيرا، لا كان بيوصف حالتي معاه. المهم الموضوع على قد ما هو لذيذ لكنه تشعب، وما بقتش عارفه احلق عليه منين ولا منين. انتوا بقى رأيكم ايه اهم، الجواز ولا السفر؟ ولا نسيبنا من الموال ده كله ونركز مع سفريات فيرا ومغامراتها؟